فتاح. والجزء السادس معانا في الفيديو هو ازاي نعيش المستقبل بدل الماضي. معظمنا عايش في الماضي من غير ما يحس. فكر فيها كده، على مدار اليوم التفكير اللي بيجيلك في الباك جراوند، في الخلفية بتاعة دماغك، هتلاقي معظمها ان ما كانش كلها بتفكر في حاجات مرتبطة بالماضي وانت مش واخد بالك. والغريب في الموضوع واللي هيأكد كلامنا ان احنا لما بنفتكر الماضي بنحس بنفس المشاعر كأننا لسه عايشين اللحظة. وده اكبر دليل على ان المخ ما بيقدرش يفرق ما بين حاجة حصلت في الماضي او بتحصل دلوقتي او هتحصل في المستقبل. ولما بنفكر في المواقف اللي حصلت لنا في الماضي الجسم بيرجع يفرز نفس الكيمياء. يعني تخيل معايا كده، افتكر موقف حصل لك في الماضي كنت خايف فيه او كنت قلقان فيه او كنت غضبان فيه، هتلاقي فعلا الجسم بيفرز نفس الكيمياء كأنك عايش الموقف ده دلوقتي. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت تبتدي تعيش مستقبلك من دلوقتي. ازاي؟ بالتخيل. يعني تتخيل نفسك في المستقبل اللي انت عاوزه، النسخة اللي انت عاوزها، وتحاول تعيشها بنفس الحب والامتنان والمشاعر والنجاح كأنه بيحصل دلوقتي. لما تعمل ده باستمرار بتبتدي تخلق عادة جديدة، بتبتدي تبرمج مخك وجسمك على مشاعر جديدة، وده بيخلي الواقع يتغير عشان يتطابق مع التفكير الجديد والمشاعر الجديدة اللي انت عايشها.